اليوم طبختنا رز عراقي. هذا الدجاج قطعته أرباع بجلدته، حطيته على النار ينسلق. هذا البصل بحمره بخليه يميل للبني تقريبا لونه. البهار المستخدم هذا قليل جنزبيل، هذا بهار مشكل، هذا ليمون ناشف مطحون، وهذا زعفران مطحون. هذه صبغة الزعفران أو لون الزعفران. وهنا بهار الرز البرياني وقليل من الفلفل الأسود. هذا قليل فلفل أسود. نخلط هذا الجميع مع بعض ونحطه مع البصل بعد ما تحمر ومال اللون البني. الآن بضيف هذه مجموعة البهارات على البصل نقلبهم مع بعضهم. ونبدأ الآن نصفي الدجاج. هذا الآن الرز مغسول، يلا نبدأ نصفي عليه من مرق الدجاج عشان نسلقه. تركت قليل من الرز أسفل القدر. الآن أبدأ أحط البصل وأحط باقي الرز فوق وأتركه على نار هادئة مع قليل من المرق. الآن فردت البصل بهذه الطريقة وأبدأ أنزل الرز. وأنزل عليه قليل من المرقة كنت احتفظت فيها، مرق الدجاج، وأتركه على نار هادئة. هذا الدجاج بعد ما صفيته، بعد ما صفيناه من المرقة. هذا البصل اللي أول ضعناه أسفل القدر تركت منه جزء. الآن أدهن فيه الدجاج وأدخله الفرن. الآن دهنا الدجاج بالبصل وأدخله الفرن برضو على نار هادئة في الفرن، ما نخليه عالي عشان ما ينحرق.